لحنة البندورة بدنا 2 كيلو بندورة، باذنجانية، بصلة وراس ثوم. ننسى اللحمة المفرومة. بنقشر البندورة، بنشيل منها البذر والمي وبنعملها مربعات. فيكن تفرموها اصغر، بس عم بعملها على طريقة ماما الله يرحمها وكتير طيبة، كنت اعملها مربعات ونحطها تغلي على مهلة. بهالوقت بنكون قطعنا الباذنجان وبدنا نقليه. قلينا هيك قصينا البصلة وفرمناها وعم نقليها، وعلى جنب كمان عم نقلي الباذنجان قطعتهم كبار. انتو فيكم تقطعون مثل ما بدكم، بس ماما كانت بتقطعهم اكبر بس بناتي بحبون اصغر بهالحجم. نحن عم نقلي البصلة بنحط عليها ملعقة ملح، بس تدبل معنا حننزل فوق اللحمة. بننزل اللحمة، بعد ما تقليت معنا اللحمة بدنا نفرم راس الثوم، بدنا نفرمه فرم مش ندقه دق، لأنه هيدي طعمة وهيدي طعمة. وبنقلبها لتدبل معنا الثوم، وبنطفي عليها وهلا بنشوف شو بنعمل. وهدول المي يلي كنا شايلينهم مع البذرات بنحطهم فوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنسقط الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بنخليهم يغلوا مع بعض. هلا من بعد ما تركناهم يغلوا شوي بدنا نحط لهم ملعقة بهار حلو، ونص ملعقة قرفة. نحركهم وبنضيف اللحمة يلي قليناها. نخليهم يغلوا مع بعض، واكيد ما ننسى نملحهم. بسم الله هيك اطيب يخنة بندورة تنسكب مع الرز، نسكبها سوا. بسم الله الرحمن. الرز طلع معنا حبة حبة، رائعة، كتير 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 طيبة. بتمنى تجربوها، ولو حبيتوا الوصفة يا ريت ما تنسوني بالشير واللايك والسبسكرايب. شوفكم مرة الجاية.